اكيد جه عليك وقت فيه زنقه، مفيش فلوس، مفيش شغل، الدنيا قافله في وشك، قلت اما اخش العب شويه على اي ابلكيشن من اياهم دول، واي قرش بقى يجي يمشي الدنيا كده وخلاص. وفعلا بنسبه كبيره انت بتعمل ده. السلام عليكم، حسني عادل، قهوه ساده. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ وحشني والله. اتمنى ان انت تكون بافضل حال، الدنيا معاك تبقى تمام، الدنيا معاك تبقى جميله. انا كرولوس بنحييك، كرولوس ورا الكاميرا هناك اهو، فاهمني؟ الدنيا بتمشي، الدنيا جميله، الدنيا حلوه، حب نفسك الله، فاهمني؟ وروح اعمل لك كوبايه قهوه او اي حاجه تسليك، فاهمني؟ لان موضوعنا النهارده طويل شويه، حلوين. متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، كومنت، يلا بينا. عارف الناس دي بتشتغل بسياسه شوق ولا تدوق، بمعنى تاني او بمعنى اوضح، اي ابلكيشن من دول بيخليك تكسب في الاول حبه فلوس، مش كتير بس في الاول وفي الاخر هي فلوس. بيخلوك تعيش فيلم خيالي كده، انك عملت فلوس كتير من الابلكيشن ده واختنيت بقى وعربيات واصول وقصور ودنيا، فاهم يعني؟ وليله لا، وهم مسهلين الموضوع قوي بصراحه. يعني ايداع بفودا كاش، سحب بفودا كاش، تحس ان هم بيقولوا لك مالكش حجه اهو. لا وكمان الموضوع بقى فيه نصب جوه النصب. ايه الضحك اللي بيحصل ده؟ يجي لك واحد يقول لك هات مثلا 1000 جنيه وهرجعهم لك 10000 جنيه، نصب جوه نصب على نصب، ضحك على العقول يا صاحبي. وكمان اكتشفت ان انت ممكن تشتغل وكيل تبع الشركه، وانت اللي بتبقى بقى بتسحب الناس ان هم يلعبوا على الابلكيشن دوت، يحطوا فلوس يزايدوا، وممكن يكون انت اصلا اللي بتودع للناس دي فلوسها في اللعبه. ولك ان تتخيل ان الناس دي سواء كسبت او خسرت، الوكيل ده بياخد نسبه مكسب. يعني لو اللي بيلعب كسب هياخد نسبه، لو اللي بيلعب خسر هياخد نسبه مكسب على خساره اللي بيلعب. من كل الاتجاهات ثابته الحرمانيه في الموضوع ده. متفقين؟ متفقين. والناس دي بتعتمد انها تستخدم اسلوب تسويق عنيف قوي لاجل ان عينك ما تتشالش من على شكل اللوجو بتاعهم واسمهم يفضل محفور في دماغك، عشان يا اخويا اول ما تضعف تروح هوب تعمل كل اللي مسكنا نفسنا عنه ده. طيب في خلال ما انا بقلب هنا وهنا جبت اسامي اصحاب الشركات دي، اللي بالمناسبه تم تاسيسها سنه 2007 في دوله روسيا. انا ما بحبش لغه الروسيين خالص على فكره، فاهم؟ لغتهم كلها يلا فيها خوا كتير كده، فاهمني؟ احنا نتعلم انجليزي بس، يعني مالناش دعوه احنا باللغات التانية دي. اصحاب الشركه دي بقى كانوا هم رومان سيموكان، ديمتري كازورين، سيرجي كارشوف. ما هي الاسماء دي مش هيجي حاجه من وراها غير حرام فعلا يعني. عايز اقول لك ان هم من وقتها بيستخدموا نفس اسلوب التسويق العنيف ده، وارباحهم كانت عاليه، كانت بتوصل لمليار. ومليار دلوقتي احنا بنتكلم في سنه 2007، فده مبلغ كبير قوي وقتها. عارف انت اللي هو بدايه القصيده. ما علينا. للعلم برضو ان كل ده كان بيحصل في روسيا بدون ترخيص، ووقتها البشوات دول اتورطوا في قضايا كتير قوي، حجز على اصول الشركه، حظر الشركه، احكام بحبس. لا وكمان اتحطوا على قائمه المطلوبين دوليا. دول اصحاب الشركه اللي انت بتلعب فيها دلوقتي. ها خراب يا دنيا خراب. المهم بقى يا باشا، شويه الجفات دول اما لقوا بقى الحوار كبر منهم كده، خدوا بعضهم وخلعوا على قبرص. نفسي اعرف هم راحوا قبرص ازاي، مطلوبين دوليا وحاجات كتير كده، راحوا قبرص ازاي مش فاهم. ولما راحوا قبرص واستقروا فيها تاني، خلوا مقر الشركه من قبرص وبقى اسمها 1 اكس بت بعد ما كان اسمها 1 اكس كروب، والدنيا اشتغلت من تاني. واللي ساعد قوي ان الشركه ديت تطلع بسرعه هي عقود الرعايه مع الانديه. وكان في انديه اوروبيه كتير قوي عامله عقود معاهم زي برشلونه، توتنهام، ليفربول، محمد صلاح. ما اكتفوش بقى بالانديه، دخلوا على اتحادات كره القدم زي الاتحاد النيجيري اللي اتعاقدوا معاه سنه 2018. افريقيا 2019 كانوا هم الشركه الراعيه ليه. مع السنين بقى ليهم تراخيص كتير قوي خصوصا في الدول الافريقيه. نسيت اقول لك صح، القضايا اللي عليهم هي لسه شغاله ما انتهتش لحد الان. عايز اقول لك برضو ان حسابات البنوك للشركه دي عامله زي الشبح، اول ما تحصل مشكله معاهم في اي بلد هوب حساباتهم في البلد دي بتتبخر، اذا كان ليهم حسابات في البلد دي من الاساس. وعشان كده لو جيت دعبست ورا الشركه دي هتلاقي ان هم كان معاهم مشاكل كتير قوي في كذا بلد، بس فجاه البلد دي بتبقى مش عارفه تاخد معاهم لا حق ولا باطل، والشركه بتكمل شغل في البلد عادي وبتبقى تراخيصها مكمله تمام. الناس دي حوار كبير قوي، حوار كبير قوي 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 يعني. طب بص انت الضحك ده، الشركه ممكن تقفل اكونتك في اي وقت بحجه ان انت كسبت فلوس كتير ومحتاجين توثيق هويه ليك، بس ده طبعا مش بيبقى المطلوب. المطلوب ان هم فاهم انت ايه، ضحك في نصب في نصب في ضحك. خش على تويتر او يوتيوب وشوف الفيدباك بتاع الناس على الابلكيشن ده. خش يا صاحبي وشوف ودور هما بيضحكوا على الناس ازاي. انا كل اللي عاوزه انك ما تبقاش مخدوع انت كمان. بص يا غالي، من الاخر كده، شئت ام ابيت، فدي اكبر شركه مراهنات حاليا الكترونيه، مش في الشرق الاوسط، مش في دول اوروبا، بل في العالم كله. وارجع واقول لك تاني، الناس دي بتستخدم اسلوب تسويق عنيف قوي لاجل ان هم يعرفوا يلعبوا في دماغك صح. اللوجو بتاعهم في كل حته، في الملاعب، على السوشيال ميديا، في الاعلانات، ناس مؤثره بتدعمهم. وصل الموضوع ان بقى في محلات بتسحب مخصوص للبرنامج ده. والناس دي شاطره جدا انها تداري على فضايحها والقرف اللي هم عاملينه اللي احنا اتكلمنا فيه فوق ده. الناس دي مش بتلعب يا صاحبي، وافتكر دايما ان لم تدفع حق المنتج فانت المنتج. للاسف انت مش بتبقى حاجه غير مجرد اداه
بيحركوها ويستغلوها زي ما هم عاوزين. انا ما نزلتش حتى الابلكيشن ده لغرض ان اعرف اكتر عنه لاجل الحلقه دي، دايما بسمع عنه بس في ظل ما كنت ببحث شفت سكرين شوت للشروط والاحكام بتاعتهم اللي هم بيبعتوها لك على الميل اول ما بتسجل معاهم بالبريد بتاعك. ده لو انت ناوي تكمل معاهم يعني ويبقى منك لله بقى. حاول تقرا الشروط والاحكام بتاعتهم كويس قوي يا اخي. في الاوقات دي الانسان بيعرف فعلا قوه ايمانه قد ايه. كل ده لسه بكلمك كعقل، لسه ما كلمتكش كدين، اصبر عليا. تعرف بقى الناس دي بتسحبك ازاي؟ زي ما قلنا لوجات في كل حته، اسمهم في كل حته. من تجربه حد تبعنا ان هو اتزنق فتره في مبلغ مالي، وكان في الفتره دي هو مش شغال. فجاه وهو ماسك تليفونه الجميل وقاعد سكرول سيرش على اي حاجه، سيرش على شغل، مره واحده طلع له واحد وسيم قال له حلك عندنا، نزل الابلكيشن ده، ابلكيشن وان زفت ده. واقول لك على حاجه كمان يا عم، انت هتنزل الابلكيشن ده وهنديك فلوس في الاول ببلاش تقدر تلعب بيها، واللي هتكسبه هيتضاعف لك في اول مره ليك. عارف انت هما ماشيين بمبدا في الاول جرجرتك من خيبتك خضرتك. هو ده اللي بيحصل بالظبط يا صاحبي معاك. انا بفتخر قوي الصراحه اني ما فكرتش حتى ان انزل الابلكيشن ده، فاهم؟ بحس ان انا مبسوط كده، فاهم؟ لا جامد. فاكر انت البلاك جاك والبوكر، الروليت مثلا، حاجات طبعا فاهم كنا نسمع عنها. طب فاكر فيلم الرئيس عمر حرب مثلا؟ هنرجع لورا حبه حلوين كده، بس عايز افكرك بحاجه. دبانه دايما حتى لو كسبت في نسبه بتروح للمكان ما تتش. باي لعبه إن كانت، سواء جوه الابلكيشن او من الالعاب اللي انا لسه قايلها، دايما هتكسب مره، ممكن كمان مره، خسرت مره مش مشكله، كسبت كمان مره عاش. اللي بيحصل على البرنامج ده او غيره شبه كده، انا بطمعك بخليك تكسب وتقول ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الجمدان ده، وفجاه يا مولاي كما خلق تاني. كل ده طبعا بيتم بكام لعبه بتحصل على نفسيه المراهن عشان تخليه يكمل. في حيله كده بيستخدموها ان هم يحسسوك ان انت المتحكم الكامل في كل اللي بيحصل، انت اللي بتفتح وبتدوس وتشارك، ولا هراهن بكذا، لا هعمل كذا، لا هسوي كذا. فبيجي لك احساس من غير وعي منك ان كل اللي بيحصل ده متوقف على افعالك انت بس طبعا مش ده اللي بيحصل. برمجه الحاجات دي شغاله انها تحسسك كل مدى انك قربت انك تكسب عشان تفضل مكمل. افتكر ان هم كل اللي عاوزينه منك انك تفضل مكمل. فاكر النسبه اللي بتاخدها في اول مره ليك؟ اكسب مبلغ كبير، كسبت حلو اتبسطت، تعالى بقى عشان اكسب من وراك اضعاف اللي اديتهولك. هو ده اللي بيحصل للاسف. صح نسيت اقول لك ان وان زفت مترخص في مصر. نفسي اعرف هم مرخصينه في مصر ليه يعني؟ ليه؟ ترخيص بسيط كده عشان لما فهمتش الجزء اللي فات ده. الابلكيشن ده اي لعبه فيه متبرمجه انها تخسرك، اللي عملها عشان تكسبك مره تخسرك 4. ده بشكل تلخيصي قوي يعني. الناس دي بتعمل كل حاجه عشان انت اصلا ما تملش ان انت تفضل جوه الابلكيشن. بس للاسف احنا وصلنا لحاله محزنه قوي بسبب القرف ده، بسبب الشركه دي او بسبب الابلكيشن ده. في ناس حصل لها مصايب بسبب اللعبه دي، ناس قتلت ناس بسبب اللعبه دي. فكره انك لما تعيد الكلام اللي احنا قلناه هتكتشف ان هم قدموا لنا انتكاسه على طبق من ذهب، وكتير مننا ما قالش حتى حرام. لو كنت مستني ان انا اجيب لك تاريخ المراهنات بقى وكده، فانا ما اعتقدش ان دي حاجه اصلا تستدعي ان احنا نذكرها. ايه الحلو ان احنا نذكر تاريخ مراهنات؟ فعلا الواحد عمال يقول ده بسبب شركه واحده. مش عايز اكمل. وبمناسبه حوار ترخيصهم في مصر، فانت عندك الماده 352 في الدستور بتتعامل على القمار ان هو جريمه، بس في نفس الوقت الشركه دي مترخصه في مصر لانها شركه الكترونيه. الماده اللي في الدستور ديت يعني على الحاجات الواقعيه بس، زي كازينو، زي اللي بالي بالك. انت مالك يالا مبرق كده ليه؟ انا بتحس ان احنا بنتكلم على مافيا، او هم مافيا فعلا. اللي بيعملوه اخطر من المخدرات. متخيل ان في انس ما يتقالش عليه انسان خطف ولد كان بياخد عنده درس لاجل ان اهله مبسوطين شويه، كلمه طلب فديه، ولما ما لقاش في فايده من الموضوع دوت الولد ده اتحول لاجزاء. وفي التحقيقات مع المدرس دوت اكتشف ان هو كان بيعمل كل ده بسبب اللعبه دي. انت متخيل الموضوع راح بينا لفين؟ تعال بقى نتكلم كدين. ياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام. انا اول ما حد بيجيب لي سيره الموضوع دوت رد بيبقى التلقائي الناس دي هتشحت اضعاف اللي هم كسبوه قدام، ولو ربنا ما كانش رحيم بيهم في الدنيا وخلص شويه من اللي عليهم هنا هتبقى اخرتهم وحشه قوي قوي. وتخيل كم الخنقه والاكتئاب اللي هتوصل لهم بسبب كل ده. وتخيل ربنا هيديك تحذيرات عامله ازاي بسبب اللي انت بتعمله. وتخيل ان في ناس ممكن توصل لمرحله انتحار بسبب ده. تستعجلش يا ابن ادم، انت رزقك جاي. لو انت جوه القرف ده ابعد بسرعه ومن دلوقتي، واللي فاضل معاك خلصه وخلصت يا صاحبي. والله ربك هيرزق لو بطلت ده. انا كنت شبهك وشايف ان الحته اللي كنت فيها اقل كمان من اللي بنتكلم عليه ده، واديك شايف ربك بيكرم وبيساعد وبيعين. المره دي مش اسف يا صاحبي ان انا طولت عليك. شوف لك حل بسرعه وما تنساش نفسك، وما تسيبش نفسك للموجه توديك يمين وشمال. واخيرا تنساش بقى اللايك، شير، سبسكرايب، كومنت، واشوفك في حلقه جديده باذن الله. وخليك فاكر لو سبت حاجه حرام لاجل انك ترضي ربنا، ربنا هيرضيك بجبال من الرزق، والرزق مش بيبقى فلوس بس. سلام.